بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. وغيبة طويلة معاكم، وعايزين نرجع ان شاء الله كده بنشاطنا. النهاردة هنعمل البطاطا بطريقة سهلة جميلة. طبعا دلوقتي بتاخد وقت في البوتاجاز لو بالساعتين وثلاثة. الطريقة دي مش هتاخد يعني ساعة الا ربع. زي ما احنا شايفين كده غسلنا البطاطس كويس خالص، وجبنا ورق زبدة او ورق كراسة ابيض، المهم ورق نظيف. وتبدأي تمسكي تفرشي ورقاية كده في قعر الحلة. ويا ريت تكون حلة جرانيت يعني. وتلفي بطاطاية بطاطاية زي ما احنا شايفين كده اهو في ورق الزبدة او ورق الكراسة. وترصيها كده ايه بالتساوي، يعني فوق بعض كده بترصيها فوق بعض. بعد كده بتجيبي كوباية مية بالظبط، وتبدأي ترشيها عليها كده كلها، ترشيها على البطاطا وتغطيها. وتحطيها على نار هادية خالص، يعني صهارة كده تبقى، وتغطي الحلة وتسيبيها. ما شاء الله بتطلع في منتهى الجمال بسكرها وعسلها زي ما احنا شايفين كده، في منتهى الجمال. والله زي العسل، ما خدتش وقت وحلوة، وطعمها زي المشوي بالظبط. ومتنسوناش في الشير والله لقناتنا ومامتها، وكل سنة وانت طيب.